يا للعار الصهيوني مستشار، جملة صدحت بها حناجر المواطن المغربي بصوت صاخب لتعبر عن رفض شعبي مندد لتقليد منصب مستشار الملك لأندري أزولاي الصهيوني المستغل للمنصب كركيزة دفاع عن الأجندة الصهيونية بالمغرب وفق خطط جيوسياسية توسعية في المملكة الرملية. أصوات الطرد ترجمت ذلك التحول العميق في مسار الاحتجاجات في زاوية تغيير من احتجاجات منددة للتطبيع وللموقف المغربي المخزي تجاه القضية الفلسطينية إلى احتجاجات مطالبة بطرد أندري أزولاي مخافة التحكم الكلي للكيان في السياسة المغربية على خلفية ما تعرفه اليوم من قرارات لصالح الصهاينة على حساب الشعب المغربي. المعطيات الحاضرة التي طرحت في ميدان الاحتجاجات التي لاقت قمعا من طرف الأمن المغربي تقدم في المحطات القادمة مؤشرا للتحكم الكلي للكيان الصهيوني في القرارات الملكية في صورة صنعها الإعلام المغربي تنديدا للتحول العميق في مسار الاحتجاجات.